عمرك سمعت عن مصطلح اسمه Emotional Autonomy؟ المصطلح ده باختصار معناه الاستقلالية العاطفية، معناها إن أنا أكون عندي القناعة إن أنا الوحيد المسؤول عن سعادتي، وإن أنا الوحيد المسؤول عن عواطفي، وإن أنا الوحيد المسؤول عن حياتي. الفكرة دي في حد ذاتها بتبقى مرعبة لناس كتيرة، وناس كتيرة أما تيجي تفكر فيها تقول لك لأ مش لاعب، أنا مش عايزها، لأن بيحس إن أنا إيه ده، يعني أنا هكون مبسوط أنا المسؤول؟ يعني إيه ده، لو أنا عندي مشكلة أنا المسؤول عن حلها؟ فبتضع المسؤولية على كتافي أنا مش على كتاف الآخرين، وده كمان بيجنب ناس كتيرة إنها تقع في موضوع إن أنا الضحية أو إن الآخرين هم السبب. الفكرة دي في حد ذاتها مهمة علشان بتخلي الواحد فعلا يحس بالحرية ويحس بالانطلاق، لكن في نفس الوقت هي تقيلة وصعبة علشان بتخلي الواحد عليه المسؤولية. فعشان احقق الايموشنال اوتونومي اول فكره لازم ازرعها في مخي ان انا المسؤول عن سعادتي، وان انا المسؤول عن حياتي، وان انا المسؤول عن الخطوات اللي انا هاخدها مهما اللي حواليا عملوا، مهما البيئه اللي حواليا عملت، مهما كان مديري ايه. انا المسؤول عن قراراتي وانا المسؤول عن الحاجات اللي المفروض اعملها. اول ما ابدا ازرع الفكره دي يبقى انا كده اخدت اول خطوه من خطوات الايموشنال اوتونومي، وان انا احس ان انا حر وطليق ومبسوط في حياتي.